طبعا بدايتي كانت من لما أنا صغيرة، كانت ماما تخليني نحط ملح، نحط شيء طماطم، حاجة يعني هيك بسيطة. في النهاية مثلا كل أكلة أو غداء يكون مثلا بلتة حلو، لأن ماما طبعا دايراتها، فتقول لي بابا وأخواتي إن أنا اللي ضفتها، هم يبدوا ياكلوا فرحانين وإن هي حاجة بنينة وهيك. فهذه الحاجة اللي هي خلتني إن أنا نقدر نطور من روحي بشوية بشوية لوصلت للشيء اللي أنا عليه دلوقتي. طبعا هو الشغف كبير هالوقت لدرجة إن مرات اليوم كامل ما يسداش، فالشيء هدايا يخليني مثلا إنه هو مرات إن أنا نبدأ متعبة مجهدة ومن كثر الضغط في حاجة بديت ندير فيها في الأخير، شنو هي؟ أنا لما راسي يبدأ بضغوط هلبة على طول نفصل في الجانب ده فوق. وبما أن في قهوة معناها في تبورة، هيك عندي نوع مع بعض ما في نشوة دبي. اول حاجه هناخده كنافه محمصه في الزبده ومعاهم السكر المرحي، وحنضيفوا لها زبده الفستق او البستاشيو، وكل ما تكون نوع زبده الفستق كويسه كل ما تطلع احلى وابن. بالنسبه للتمر حنستخدمه الدقله، ينغسلوا ويتنضفوا كويس، طحوه من النص ونعبوه حشوه للاخير، القطعه تكون كبيره ومتساويه، غطسوها في شوكولاته دايبه في الميكروويف. استخدمت شوكولاته بلجيكيه. بالنسبه للتزيين باي شيء عندكم سواء مكسرات او ورق الذهب، وحتى البودره متاع اللون الذهبي حتعطينا شكل جنين هلبا. وهيك نكملوا في حشواتنا وتلبيسنا وتزييننا، نكملوا الكمية متاعنا، وهذا الشكل النهائي متاع تمورتنا. ومع قهوة البراح حكاية تانية.